السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. النهاردة معانا فيديو جديد. معانا النهاردة كفتة داوود باشا. معايا حوالي كيلو من اللحمة المفرومة، معايا بصلة كبيرة مفرومة خدت منها المية بتاعتها، ومعايا كزبرة خضر او بقدونس. اول حاجه يا جماعه انا هحط البصل والبهارات اللي انا هحطها بقى ايه، اللي هي ملح فلفل بابريكا شطه، واحط كمان الخضره زي ما انتم شايفين. نسيت اقول لكم يا جماعه برضو اللي انا قبل ما اعمل الفيديو، يعني كنت انا عامله اللحمه في الكبه، يعني ضربتها في الكبه كده ايه، نعمتها شويه عشان كنت عايزه تنعم شويه. او ممكن تخلي مثلا وانت بتشتري لحمه ممكن تخلي الجزار يفرمها لك كويس جدا عشان تبقى ناعمه معاكي، يعني دي حاجه مهمه جدا. خلاص، يبقى قبل ما تشتغلي في اللحمه تفرميها كمان كبه، تديها يعني ايه ضربه في الكبه كده، تنعميها شويه بس مش اكتر من كده. هتحطي بقى عليها باقي البهارات، ملح فلفل بابريكا، ملح فلفل بابريكا شطه، بهارات لحمه 7 بهارات، شويه قرفه صغيرين. بس انا بصراحه في الفيديو ما حطيتش قرفه، نسيت احط يعني، بس انا حطيتها في الاخر وانا بعمل الصلصه زي ما هتشوفوا معايا كده في الفيديو يعني. بس انا ما حطيتش، بس انا قلت لكم يعني ايه، حبيت اقول لكم اللي انا عملته في الفيديو يعني على الصراحه، يعني ما حبيتش ان انا اخبي عليكم حاجه، عشان تبقوا ايه ماشيين معايا بالخطوات مظبوطه. آه يعني انا بحب ان انا اقول لكم على كل حاجه، ما اخبيش عليكم اي حاجه. وحطيت برضو معلقة صغيرة من بيكنج باودر، واحط معلقتين من الدقيق. ممكن تحطي بدل الدقيق لو انت عندك بقسماط تحطي بقسماط، بس انا ما كانش عندي. لو ما انتش عايزه تحطي لا ده ولا ده براحتك. بس يعني ايه، الحاجات دي بتخلي الكفتة تلف، يعني تبقى عاملة متماسكة معاكي شوية. زي ما انت شايفة هعجن بقى كل اللي انت شايفه، كل المكونات اللي انت شايفاها دي هعجن كله مع بعضه. اهم حاجه بقى في العجن بقى يا جماعه، تعجني كويس وتقلبي، تحاولي ان انت تدخلي بقى البصل بالبهارات بكل حاجه كلها مع بعض في ايه، في اللحمه. دي اهم حاجه، تقلبي كله مع بعض زي ما انت شايف. تحاولي انت تعجني اللي يبقى اللحمه كويس، دي اهم مرحله العجن دي بقى زي ما انت شايفين. افضل زي ما انت شايفه بقى، خلاص كده خلاص، زي ما انت شايفه كده اهو. هفضل اعجن 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 لغايه ما تمسك ايه الكفته معانا خالص، اللحمه تتماسك معانا زي ما انت شايفه اهو. وبعدين بعد ما اعجنها اكورها، وبعد ما اكورها احطها ترتاح شويه في الفريزر، يعني قيمه 10 دقايق 10 دقايق، ما نكترش يعني. او تحطها في التلاجة لغايه ما تيجي تشتغلي فيها، بس انا عشان كنت طبعا مستعجله فانا حطيتها في الفريزر 10 دقايق بس. زي ما انتم شايفين ان طبعا الجو حر، فتحاولي انت ما تسيبهاش بره التلاجة. وكمان لازم الكفتة برضو لازم تديها برضو انها ترتاح شوية بقى قبل ما تشتغلي فيها، تكملي فيها شغل فيها يعني. زي ما انت شايفة كده هبدأ انا اكور فيها، هعملها كور بقى زي ما انتم شايفين، ما تكبرهاش قوي، انا كنت عاملاها الوسط يعني. ومعايا بطة بصل، بعد كل مرة كده ببل ايديا من بطة بصل وانا بكور يعني. زي ما انت شايف، وابدأ اكور بقى كل الكمية، وبعد ما خلصت الكمية كلها زي ما قلت لكم هحطها في الفريزر. طبعا انت ممكن تعملي نفس البهارات اللي احنا حطيناها والطريقة كلها، وتعمليها ايه، كفتة عادية خالص. ممكن تصبعها بقى صوابع، او ممكن تعمليها مدورة زي دي عادي برضو، وتحطها في الصينية في الفرن وتشويها في الفرن، تبقى برضو جميلة. وتقدمي معاها رز بسمتي، رز عادي اصفر، ممكن بعيش، ممكن بمكرونة، برضو نفس يعني ايه، انا بديلك افكار يعني ممكن تعمليها يعني. زي ما انت شايفه بقى، فانا بكور الكور كده، فهخلص بقى الكميه كلها وبعدين نشوف بقى هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين اهو، بالايديا، وبعدين ايه اكور بالايديا واكور كده. كنت خلصت الكميه كلها وحطيتها في التلاجة ترتاح شويه، وابدا بقى اشتغل فيها. يعني انا بعد ما خلصت كنت حطيتها في الفريزر يا جماعه شويه زي ما قلت لكم، 10 دقايق بس. وبعدين جبت بقى الدقيق اللي انا هعمل بيه الكفته،
شوية دقيق كده، تقومي ايه نازلة عليهم بايه شوية بشوية وتقلبي. وتحطي بقى، بيكون انت مجهزة بقى في نفس الوقت الطاسة فيها زيت، وتستني بقى لما الزيت يسخن يكون سخن معاكي، وبعدين تنزلي بيه. بس ما تحطيش كفتة والزيت بارد، لا مش هينفع. ممكن الكفتة تفك منك، حطي الكفتة وهي سخن والزيت سخن يا جماعة. يعني عودي نفسك لما تكوني بتعملي اي حاجة فيها زيت بتحطيش الزيت يكون الزيت يكون بارد، يكون الزيت يكون سخن. خلاص. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت، بعمل بس كمية، يعني بعمل شوية بشوية في الدقيق عشان لما اجي احطه في الطاسة يتحط كله مع بعض زي ما انت شايفة اهو. بحاول بقى ان انت ايه يعني تنفضي كده الدقيق كده من الكفتة، ميبقاش فيها ايه دقيق، عشان لما تحطي في الزيت ما يبقاش الزيت كله دقيق. كنت ما انت شايفة اهو الطاسة كنت مجهزة لها الزيت بتاعه، وكان زيت سخن معايا، فنزلت بقى بكمية الكفتة كلها اللي انا جهزتها زي ما انت شايفة اهو. هنزل بقى بالكفتة كلها. انا ماشية معاكي بالخطوات واحدة واحدة. زي ما انت شايفة اهوت، هحط كل الكمية. طبعا لو انت وصلتي لغاية كده ما تنسيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم وبتنال اعجابكم، ويا رب اكون كده يا رب، يعني اقدر ان انا اعمل لكم، يعني اكون على حسب تابعكم ليا يا رب كده ان شاء الله، واعمل لكم فيديوهات احسن واحسن ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم شايفين كنت بجهز بقى في كمية كمان عشان اكمل الطاسة كلها بكفتة. عايز اقول لك والله بجد ان انا يعني الكفته ما خدتش معايا وقت، يعني اتعملت معايا في خلال ربع ساعه. كنت انا يعني ايه كنت انا مجهزه كل الحاجات دي زي ما انتم شايفين، ما بتاخدش وقت، كله بسرعه. كنت انا بقى حمرتها على الوش على الجنب الاولاني، ورجعت حمرتها على الجنب التاني زي ما انتم شايفين. طبعا هي بتتحمر بس يا جماعه ما بتستويش قوي، يعني بتكمل سواها بقى في الصلصه. احنا بس بنديلها تحميره كده وبعدين ننزل عليها بالصلصه، انما هي ما بتستويش في القلي يعني قوي، يعني بتستوي حوالي 3/4 سوا بس، وبتكمل بقية السوا بقى في الصلصة. طبعا ما بتقعدش في الصلصة كتير، يعني قيمة 10 دقايق بس كده تكمل فيها وخلاص زي ما انت شايفة اهو. عايز اقول لكم كانت طعمها جميل والاولاد حبوها. انا اصلا كنت يعني انا اول مره اعملها في القناه، انا بعملها يعني كنت بعملها الاول، كنت بعملها يعني على طول، فانا اول مره اصورها معاكم. بصراحة كفتة داوود باشا بصراحة هي طعمة وطعمها حلو بالأكل ولذيذة، يعني جربوها. ولو انت يعني أول مرة لو انت يعني مركش عملتيها، جربيها كده على طريقتي وهتعجبك ان شاء الله. كنت انا عملت بقى الكمية الأولانية زي ما انتم شايفين، دي بعمل بقى في الكمية التانية اهو. هعملها بنفس الطريقة واقلبها على الجنبين بنفس الطريقة الأولانية. بعد كده يا جماعة هنطلع بقى الكمية، خلاص كنت انا خلصت بقى اقلي كل الكمية زي ما انتم شايفين في نفس الطاسة، مش هنغير الطاسة ولا حاجة، ولا نعيد مواعين ولا الكلام دوت. في نفس الطاسة اللي احنا قالين فيها هنعمل فيها الصلصة. هنجيب كام فص من التوم المفرومين وهنعملهم في نفس الطاسة في نفس الزيت، لان احنا طبعا احنا عايزين الصلصة تتعمل في نفس الطاسة عشان تشرب بقى ايه، يبقى كله شارب مع بعضه بقى. إيه الحاجات اللي طالعة من الكفتة والحاجات دي بتبقى طعمها حلو في الصلصة. فهننزل بقى بالتومة المفرومة زي ما انتم شايفين، هنديلها تصفيرة كده يعني تكون دهبي كده شوية، وبعدين هننزل بقى بالايه بالصلصة اللي احنا عاملينها. طبعا انا كنت عاملة حاطة صلصة في الفريزر عندي مسبكة جاهزة، ما خدش مني وقت. لو انت بقى تعمليها عندك مثلا طازة بقى، لو هتعمليها في الخلاط بتصفيها وبتحطيها وتسيبيها بقى لما تتسبك شوية، وبعدين تنزلي بالكفتة. انا كنت عندي طبعا الصلصة جاهزة، فانا حطيت كيس صلصة اهوت عادي، وبعدين هنزل بقى بالصلصة بتاعتي التانية. فالصلصة عندي متسبكة جاهزة، فما خدتش مني وقت بقى ان هي دوبك فكت مني، وحطيت لها البهارات وقمت حاطة فيها كفتة وخلاص.
انما طبعا لو انت هتعمليها في الخلاط بتسيبيها تتسبك شويه وبعدين تحطي الكفته، يعني متحطيش الكفته على طول، لا تسبكي الطماطم الاول وبعدين تنزلي بالكفته. انا بقولك على على كل الحاجات وكل الخطوات، عشان لو انت طبعا آه واحده من جوازك جديد كده ولا حاجه، او بنوته لسه بتتعلم وكده وعايزه تعمل الوصفه ديت، فانا بقول على كل الوصف، يعني على كل حاجه في الوصفه. البهارات بتاعتي بقى اللي انا هحطها ايه يا جماعه، كده الطماطم كانت اتسبكت كانت يعني فكت معايا الصلصه. هحط بقى ملح فلفل 7 بهارات، وهحط كمان يا جماعه زي ما قلت لكم رشه قرفه، عشان ما كنتش حاططها في اللحمه، فقلت انا هحطها بقى ايه في الصلصه، يعني ما يجراش حاجه، يعني مش يعني كله شغال يعني، كله اشرب من بعضه يعني. فتتصرفي يعني لو انت نسيتي حاجة وانت مثلا بتعملي اللحمة، ما يجراش حاجة يعني نحطها في الصلصة عادي، ما هو كله شبه بعضه يعني. وهتحطي كمان معلقتين من السكر صغيرين، وبس كده هتسيبي بس تقلب شوية وبعدين ننزل بالكفتة. تظبطي بس المية بتاعت الصلصة كده وتظبطي الدنيا وبعدين تنزلي بالكفتة. كنت انا زي ما قلت لكم بحط رشة القرفة اللي قلت لكم عليها، اللي انت المفروض كنا نحطها في الاول في اللحم. وبس كده يبقى كده خلصنا الصلصة. هنسيبها بقى يعني هي متسبكة، هنسيبها بس تقلب شوية مع البهارات، ونظبط لها المية بتاعتها وندوق الحدق بتاعها، ونحط بقى كفتة كده. خلاص الكفتة هنحطها خلاص اهي، هنظبط لها الملح بتاعها وخلاص. هتقلب بقى شوية في الصلصة كده، تكمل سواها في الصلصة وبعدين نطفي عليها. اوريكم بقى بعد ما ايه ما خلصناها خالص. يا رب الفيديو يكون كده خفيف كده عليكم، واكون ضيف خفيف عليكم كده، ما اكونش تقلت عليكم، ما اكونش زهقتكم كده مني بالكلام. يا رب اكون كده يعني ايه ضيفة خفيفة عليكم كده، ايه ووصفاتي تعجبكم وتنال اعجابكم يا رب ان شاء الله. كده خلاص كنا طفينا على الكفتة، ونجح بقى نتقدم بقى. كنت انا عملت معاها رز بشعرية، طبعا متقدم يا جماعة معاها رز بشعرية او رز ابيض او مكرونة، ممكن تسلقي مكرونة عادي، بس بتحطيلهاش صلصة، وبتحط عليها بقى ايه شوية على الوش كده، على وش المكرونة. بس انا عملت معاها رز بشعرية، هنحب معاها رز بشعرية. والتزيين بقى كزبرة على الوش كده للتزيين. وده الشكل النهائي يا جماعة. يا رب الفيديو يكون عجبكم كده. لسه تجربوها وتقولي في التعليقات ايه رايكم فيها. معلش بقى في التصوير بقى دلوقتي كان النور كان قطع عندي، فكان ما كانش فيه نور بقى. فيا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.